كان دايما للأمن دور مهم في كرة القدم. حقيقة احنا اللي حطينا هذه الأعباء على الأمن، لأنه السلوكيات لا تستطيع أن تضبط الإيقاع في المدرجات من تلقاء نفسها. فما دام الناس ما بتعرفش الحدود والواجبات والمسؤوليات الملقاة عليها في هذه الجموع الغفيرة اللي بتبقى في كل مباراة، فتدخل الأمن في مرحلة تاريخية عشان يظبط الأمور. شالوا أكتر مما يقدروا، شالوا أكتر مما يتحملوا، وفي ظروف صعبة بعد 25 يناير 2011 بقت الأمور أصعب، إلى أن وقعت حادثة بورسعيد. أعتقد أنه المسألة زي ما بقول دايما محتاجة إعادة نظر، محتاجين إن احنا نراجع هذه المسألة. عايزين نرفع الأمر عن كاهل الأمن، إن إزاي نزيد وعي الناس، نغير في ثقافتهم، نحاول نوحلهم أو نفهمهم أو نخليهم يستوعبوا إن مروح الملعب متعة. محدش شاف واحد وهو داخل السينما داخل متحفز ولا متنمر ولا غضبان وهو بيستعد إنه يشوف فيلم. ما شفناش حد بيستعد إنه يتخانق مع حد وهو رايح مسرح، أو إنه مقرر إنه يكون أعصابه مشدودة وهو داخل جنينة. ملعب الكرة كده، ما هوش للخناق ولا للشتيمة ولا للصراع ولا لفقدان الأعصاب. دي عند العالم كله متعة. 3 نقط هنا ماشي، 3 نقط الناحية التانية ماشي، ما بتفرقش، لأنه هو رايح يستمتع مع الطرف اللي بيحبه هو ناديه. دكتور علاء عبد العزيز، المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، مساء الخير يا دكتور. ازيك يا استاذ خالد، والف مبروك عودتك للشاشه ونشوفك بعد انقطاع فتره زمنيه ليست بقصيره، كنا بنتمنى نشوفك دايما يعني. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا، انت جميل وذوق طول الوقت. لا يا حبيبي، والكل يحبك على اخلاقك وعلى جمال معاملاتك مع الناس. الله يخليك يا حبيبي. انت في ملعب بترو سبورت دلوقتي؟ لا، احنا كنا في الاستاد الفرعي، كان في تدريبه مع المنتخب الاول كده. مباراه تدريبيه كده خلصت؟ ما احنا اشرنا ليها، خلصت؟ خلصت يا حبيبي. كام بقى؟ يعني اصل دي تدريبيه، يعني لعيبه هنا المنتخب الاولمبي وهنا عشان الحرج. لا مش الحرج، والله ما فيش حرج. لا انا مش عايز دعابه عمليه انها نتيجه مباراه. يعني لان انا يهمني زي ما يهم الجهاز الفني المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، دول فريق واحد ما بيفرقوش عن بعض، يعني ده بالناحيه دي او ده الناحيه دي. احنا ربنا يكرمنا ومن خلال الجهازين الفنيين نعمل جيل طيب لخلال 10 سنوات القادمه ان شاء الله. اللجوء للمباراه دي الاحلال والتجديد، اللجوء للمباراه دي دكتور علاء كان احد البدايل لمواجهه الصعوبات الحاليه في تنظيم مباريات او غيره، ولا كانت في اهداف اخرى؟ والله يعني انت عارف الظروف اللي احنا مرينا بيها، فطبعا بنعدل برنامجنا من البرنامج الاولاني كان موجود في وجود الدوري، كان فترات تجمع بسيطه، دلوقتي بقى احنا بنقوم بعمل النادي واللعيبه معانا على طول. فالحمد لله بدانا نعمل مباريات وديه دوليه على الداخل والخارج. يعني بدايه من النهارده بالليل ان شاء الله احنا مسافرين فجر اليوم، فجر بكره يعني الساعه 4 على 4 صباح هنلعب. يا فندم 4 صباح الساعه 4 الفجر. نعم. هنلعب ان شاء الله، بس يوصل لاعب FC بازل اللي هو مدير بطل الدوري السويسري. اتحلت كل المشاكل، التاشيرات كلها جت وكله تمام الحمد لله، كله خلص النهارده بتوفيق الله وربنا كرمنا، وخلصنا تذاكر الطيران والتاشيرات موقف التجنيد اذن السفر، كل حاجه ربنا كرمنا فيها. مباراه واحده فقط؟ مباراه واحده، نرجع ان شاء الله، وعندنا بعديها مكافاه اللاعبين عمره ان شاء الله من يوم 26 يوم مكافاه الوصول ما شاء الله الاولمبياد. اجمل ما في الموضوع. الحمد لله يعني، وبصراحه الجيل كله جيل محترم والاولاد شوف. والحقيقه يعني الحقيقه من كمان هيبقى وقتها جميل، الدنيا رايقه والجو حلو، فربنا يمتعهم ويمتعكم ان شاء الله. ان شاء الله، ونرجع باذن الله. عندنا ربنا كرمنا برضو في دوره طولون الدوليه، الدوره دي دايما بيشترك فيها المنتخبات الاولمبيه من خلال الفترات من 22/5 ل 2/6، وبرضو الدوره العربيه للمنتخبات العربيه الاولى هنشارك فيها، اللي هو المنتخب الاول اللي هو المنتخب الاولمبي اللي هو منتخب الامل. نعم باذن الله هتبقى من 22/6 الى
6 7 ان شاء الله. هل ان شاء الله ما يتم هذا البرنامج كاملا يبقى مرضي واستعداد كافي يبعث على الثقة والطمأنينة لمواجهة ان شاء الله التحدي في والله، الأولمبياد؟ والجهاز الفني وضع البرنامج عشان نلعب مع مدارس مختلفه لنصل الاحتكاك الامثل للتمثيل الجيد، بلاش كلمه المشرف، وتحقيق الوصول نهائيات ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور علاء العزيز، بشكرك شكرا جزيلا، ورحلة موفقة ليس لسويسرا فقط ولكن حتى نهاية الأولمبياد في لندن يوليو وأغسطس القادمين. وقفة ونرجع.